مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي الفضاء المصرية في كل مكان. برحب بحضراتكم معانا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج تحيا مصر. النهاردة في حلقتنا هنتكلم مع حضراتكم عن إحدى برامج تكافل وكرامة، وهو مبادرة لا أمية مع تكافل اجتماعي. بيسعدنا وبينورنا بوجوده معانا ضيف في برنامج تحيا مصر الأستاذ صلاح عامر الكاتب الصحفي. أهلا بيك يا أستاذ صلاح، منورنا بوجودك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. مبادرة لا أمية مع تكافل اجتماعي من المبادرات الهامة جدا اللي طبعا بتحرص عليها الدولة، وبالتحديد برنامج تكافل وكرامة من أجل محو الأمية. وبنسبة كبيرة جدا أعتقد أن العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بيحرصوا على طبعا محو الأمية وتقديم طبعا الدروس الخاصة بمحو الأمية. ويمكن كمان احنا أصبح مفهوم الأمية يعني يتلاشى ويختفي تدريجيا، وأصبحت الأمية حاليا هي الشخص اللي لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا. فحتى المفهوم نفسه بدأ ان هو يتغير، واعتقد كمان ان في مناطق بسيطة جدا هي اللي فيها نسبة قليلة من الأمية، وهي برضو اللي الدولة حريصة على إنها تقدم لهم طبعا الدعم من خلال طبعا تقديم الدعم الخاص بمحو الأمية. خلينا كده نلقي الضوء مع حضرتك عن برنامج تكافل وكرامة، وأيضا مبادرة لا أمية مع تكافل اجتماعي. اهلا وسهلا بحضرتك جدا، وسعيد بهذا اللقاء في برنامجكم المتميز تحيا مصر. بالفعل هناك يعني محورين مهمين جدا. محور التكافل الاجتماعي ده محور مهم جدا، والمحور الثاني وهو لا أمية مع تكافل يعني اجتماعي. إذا اتكلمنا على التكافل الاجتماعي أو برنامج ده البرامج المهمة جدا، برنامج كرامة أو تكافل وكرامة، هو البرامج المهمة جدا. طبعا أدخلت هذا البرنامج، طبعا لا ننسى دور الدكتور نيفين الأباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، هي من أدخلت، كانت ساعتها مساعدة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق. دي أدخلت هذا البرنامج. برنامج مهم جدا، برنامج يعني بيستهدف الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية، وبيستهدف الأكثر احتياجا والفئات المهمشة. ودي مهم جدا أن وصل عدد هذه الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة كلام 5.2 مليون أسرة، بيستفيد منها حوالي 22 مليون مواطن. دي حاجة كويسة جدا يعني. ده بتكلفة 41 مليار جنيه في الموازنة العامة 2024، ومنها يعني 4.7 مليون أسرة دي بتتكفلها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة من خلال وزارة المالية ومخصصات مالية، و500 ألف أسرة بتتكفلها الاتحاد العمل الوطني التنموي. يعني ودي مهم جدا، عملية المشاركة الفعالة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العمل الوطني الأهلي. وده شفناه أيضا مع الدكتورة منى مكرم عبيد، أيضا لما كانت قامت بزيارة للمدير الفني للاتحاد العمل الوطني الأهلي التنموي، بزيارة للدكتورة مايا مرسي اللي وزيرة التضامن الاجتماعي في مع تشكيل الحكومة الجديدة في شهر يوليو الماضي 2024. بدأت زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 50 ألف أسرة في شهر سبتمبر، وفي شهر يوليو وأغسطس تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وصلنا 123 ألف أسرة زيادة في من ضمن اللي احنا قلنا عليهم 5.2 مليون أسرة بيستفيد منها 22 مليون مواطن. برنامج كرامة وتكافل برنامج مهم جدا، احنا بنسميه برضو أيضا من أنواع الحماية الاجتماعية، والذي ينطبق ويشمل بند الدعم النقدي.
يعني التكافل والكرامه ده دعم نقدي بتقوم به الدوله المصريه ب يعني منحه زي ما قلت حضرتك الاسر الاولى بالرعايه، الارامل، المطلقات، ايضا في ذوي الاحتياجات، لمن لديهم عجز ايضا، الكلام ده كله بيتعمل لهم معاش شهري. وشهدت الفتره الماضيه كان في يعني مراعاه وعلى خلفيه الاحوال الاقتصاديه والتقلبات في العالم، الاسعار والحروب اللي احنا شايفينها ايضا في الدول المجاوره والكلام ده كله. كان هناك نوع من انواع تقديم الدعم للحمايه الاجتماعيه، وكان اولى من هذه الدعم النقدي هو تقديم الحمايه الاجتماعيه لهم. هذه الأسر المستفيدة وزادت على فكرة حوالي مرتين أو ثلاثة خلال الفترة الماضية لزيادة الدعم المقدم لهم، يعني بيصل أعتقد ل 700 و800 وأزيد من ذلك. وكان في هناك تقدير في زيادة وصلت 10% و15%. فأي زيادة بتحصل على المعاشات، على أيضا للقوى العاملة والجهاز الإداري للدولة، أي زيادة بتحصل طبعا بتنطبق عليها برضو زيادة للمعاشات اللي هم ايضا برضه لهم نوع من انواع الحمايه الاجتماعيه ايضا ليهم من تقديم الدعم ليهم. ودي بتتكلم على 11 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهوريه بيقوم تقديم لهم الدعم وزياده المعاشات. دي نوع برضه ايضا من الحمايه الاجتماعيه اللي هو زياده الحد الادنى والدخل وزياده توفير لهم المعيشه. فكرامه وتكافل او تكافل وكرامه بمعنى اصح كان تقديم لهم الدعم النقدي، وهو دعم مهم جدا جدا. بوزاره الماليه بتقوم مخصصات ماليه بقيمه 41 مليار جنيه. وايضا ليس طبعا في خدمات ثانيه بتقدمها ايضا وزاره التضامن الاجتماعي من خلال تكافل وكرامه. هي برضو المبادره اللي حضرتك يعني تطرقنا ليها هي لا أمية مع تكافل. يعني وده بيستهدف كمان القرى في المحافظات وفي الأقاليم والكلام ده كله. وصلنا يعني ده في تنسيق أيضا مع الهيئة العامة لمحو الأمية للكبار، ومع التنسيق أيضا مع الرائدات الاجتماعيات اللي تبع وزارة التضامن الاجتماعي. وصلنا حوالي يعني بنتكلم على يمكن 220 ألف يعني امرأة تم محو أميتهم من خلال 4700 فصل تعليمي. ايضا كان هناك دور برضو مهم جدا يعني اللي اشرت حضرتك عليه، اللي هو المؤسسات الاهليه والمجتمع المدني بيقوم ايضا بعمل محو مشاركه الفعاله في مثل هذه المبادرات لا اميه مع تكافل، او بمعنى صح كل الاميه في القرى وفي الارياف ومحافظات الوجه القبلي او الوجه البحري لاستهدافهم لمحو اميه هؤلاء. وده بيبقى لهم طبيعه خاصه وخاصه كمان في البرنامج ايضا الخدمه العامه. الخدمه العامه التي تقوم بها وزاره التضامن الاجتماعي بتكون برضو يعني بتشترط ان الشاب او الفتاه يقوم بمحو اميه 100 شخص للحصول على الخدمه العامه. ودي وبيشاركوا ايضا الخدمه العامه ايضا بتشارك في مراكز الخدمات المتطوره. في كمان عمل تطوعي يقدروا الشباب ان هم يقدموا خدمات لمحو او دروس لمحو الاميه زي ما حضرتك ذكرت في العديد من الفصول اللي تم يعني محو الاميه من خلالها. ايوه طبعا. يعني هو طبعا بيبقى يعني بتبقى يعني مكلف من الخدمه العامه، وفي بيبقى نابع من الشخص نفسه المتطوع لعمليه محو اميه من خلال المؤسسات الاهليه والمجتمع المدني. هنتكلم على 50,000 مؤسسه وجمعيه اهليه منتشره على مستوى الجمهوريه. فدي هذه الجمعيات ايضا لها مشاركه في محو أمية الكبار، ولها دور متميز ودور إيجابي. وأيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية للكبار في تبع اعتقد لوزاره التربيه والتعليم يعني فبتقوم بمثل هذه المبادرات طبعا لمحو اميه هؤلاء. وده استهداف ايضا من الاستهدافات اللي بتقوم بها وزاره التضامن الاجتماعي لمحو اميه التكافل والكرامه،
وكرامه. وفي نفس الوقت ايضا هناك دعم، اذا كنا هناك مشاركه فعاله مع المؤسسات المجتمع المدني زي ما قلت حضرتك، مع مشاركه العمل الاهلي الوطني التنموي، ولعمليه تقديم مثل هذه المبادرات. وطبعا في مبادرات كتير جدا زي ما قلت حضرتك، مبادرات وزاره التضامن الاجتماعي مستوره برضو ايضا مستهدفه ايضا في برضو تكافل وكرامه، وفي مبادرات اخرى كتف بكتف، ومبادرات رئيسيه كتيره يعني. لو جينا نقول يا استاذ صلاح ان يعني نسبه الاميه قلت بشكل كبير طبعا جدا عن فيما سبق، ده برضو يخلينا نتكلم على فكره الوعي باهميه القراءه والكتابه، واكيد ده برضو بيتم يعني تعريفه للمواطنين اللي هم لا يجدوا القراءه والكتابه. احنا بنتكلم ان يعني التعليم اصبح مش هنقول ان هو ضروري، هو من اساسيات الحياه. يعني حد عايز وظيفه، حد حابب ان هو يكون ليه مشروع خاص بيه، حد يعني ما يقدرش ابدا ان هو يكون ليه اي مشروع خاص او اي عمل خاص او ان هو يكون عضو فعال في المجتمع الا لو طبعا توفر ان هو يكون عنده التوعية والعلم طبعا القراءة والكتابة. فخلينا برضو نعرف هنا ازاي الدولة بتقدر تتوصل للأفراد دول، ولا هل بيكون في تنسيق ما بين نقدر نقول الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، الرواد في القرى زي ما حضرتك ذكرت، يعني هل الأفراد من نفسهم بيبقوا حابين ان هم يتلقوا التعليم، ولا بيكون في بحث او مثلا نقدر نقول ندوات للتوعية بأهمية التعليم؟ أنا يعني هوصل للنقطة الأخيرة حضرتك، هي فعلا الندوات التوعوية دي مهمة جدا جدا. عملية سواء وزارة التضامن الاجتماعي بتعمل عملية هذه الندوات، ووزارة الشباب والرياضة بتقوم بعملية توعية طبعا من خلال المجتمع المدني، وبيبقى عامل قاعدة بيانات وحصر بقى بالاشخاص اللي هم عايزين يتعلموا. وبرضه بيبقى فيه تنسيق ايضا ممكن مع الاوقاف والكلام ده كله، اعلان عنه من خلال في المساجد وكده، لعمليه اللي هم اخذ دورات في محو هذه الاميه. ودي بتبقى يعني مستهدفه برضه الناس الكبيره، الناس اللي برضه شهاده محو الاميه دي شهاده مهمه جدا كمان، خاصه كمان في واحد بيبقى عايز يحصل على وظيفه او فرصه عمل، بتلاقي عائق يقول انا عايز شهاده محو اميه. فشهاده محو اميه مش عايز تاخدها لا، لازم تاخد تدريب وتحصل عليها برضه في مثلا سواء فرصه عمل او فرصه ان عايز يبقى سائق مثلا، او رخصه مروريه، برضه ايضا بيشترط ايضا يكون معاه شهاده محو اميه. فده طبعا مهم جدا عمليه محو الاميه، وخاصه كمان يعني دي حاجه كويسه جدا بتلجا ليها وزاره التضامن الاجتماعي دايما بعمليه تطوير وعمليه تلجا لخطط مستقبليه، وعمليه ان هي دايما بتبقى في عمليه تاهيل. يعني كمان يعني تكافل وكرامه دي الاسر المستهدفه، اول حاجه تعليمهم. ما فيش حد يبقى يعني ما عندوش، لازم يكون عنده محو اميه ويحصل على شهاده برضه بتساعده كمان على تربيه الاولاد ومتابعه دروسهم والكلام ده كله يعني. وده برضه في نفس الوقت المشاركه برضه الفعاله ما بين المجتمع المدني وبين وزاره التضامن الاجتماعي. ده برضه مش وزاره التضامن مش بتعمل لوحدها، لا لها يعني حاجات معنيه تعاون مع هذه المؤسسات المجتمع المدني، الدوله ومؤسسات الدوله. صحيح. واعتقد هو ده نقدر نقول ان يكون في حلقه تواصل وربط ما بين المؤسسات الدوله، هو ده اللي بيخلينا نحصل على افضل نتيجه. يعني هرجع برضو اتكلم مع حضرتك في النقطه دي، ولكن اسمح لنا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا، خليكم معنا. احنا
بيحبوا مصر. شفنا حقيقي بلدنا بتكبر يوم ورا يوم واحنا بنتغير، حتى حياتنا بقت للأحسن، حلمه بقى قدامنا بيظهر. شفنا حقيقي بلدنا بتكبر يوم ورا يوم واحنا بنتغير، حتى حياتنا بقت للأحسن، حلمه بقى قدامنا بيظهر. احنا جيل جديد طالعين بنحب مصر، احنا جيل جديد بإيدينا نحمي مصر. لسه مكملين معاكم مشاهدينا، وقبل الفصل كنا بنتكلم يا استاذ صلاح على اهميه طبعا التعاون ما بين اجهزه الدوله وطبعا مؤسسات المجتمع المدني، وقد ايه طبعا التواصل ده بيوصل لنتيجه جيده، طبعا بان يكون في نقدر نقول ان كل اجهزه الدوله تكون ملمه بالمشاكل الاجتماعيه في المجتمع، وان يكون في حلقه وصل ما بين المواطن ومؤسسات الدوله الى جانب طبعا مؤسسات المجتمع المدني او من خلال مؤسسات المجتمع المدني. خلينا نتكلم على اهميه هذا التعاون وقد ايه طبعا بيفيد جدا في تحقيق الاهداف الخاصه بالمبادرات الرئاسيه والمبادرات طبعا الخاصه بوزاره التضامن الاجتماعي. هو سؤال مهم جدا يا استاذ منى، بامانه يعني حاجه كويسه ان فعلا هناك عمليه التنسيق من وزاره التضامن الاجتماعي والوزارات المعنيه لتنفيذ المبادرات الرئاسيه. يعني نتكلم على ده مهم جدا، خاصه في مبادرة رئاسية ابدأ أو بداية دي وكتف بكتف، ودي مبادرة رئاسية مهمة جدا جدا شفناها في الاتحاد العمل الوطني التنموي، وشفناها على مستوى الجمهورية والدور الفعال وتقديم كل الدعم، بقى دعم نقدي ودعم سلعي ومليون كرتونة للأسر الأولى بالرعاية وتوظيف وتدريب ورفع كفاءة المدارس ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب والكلام ده كله لتفريغ طاقة الشباب، وفي نفس الوقت بمدها بجميع الألعاب الرياضية. ايضا بوزاره الاتصالات بمدها بشبكات الانترنت والتليفونات فيها مثل هذه القرى. احنا اصبحنا القرى الريف في المبادرات التي تستهدفها، اتكلم على 4500 قريه على مستوى الجمهوريه. مبادره حياه كريمه هي مبادره رئاسيه، هي ايضا من المبادرات اللي ايضا بيشارك فيها وزاره التضامن الاجتماعي في رفع كفاءة أيضا وحدات التضامن الاجتماعي في القرى والأرياف. وزي ما قلت حضرتك مسبقا ان القرى الأرياف في القرى المستهدفة لمبادرة الرئاسية حياة كريمة أشبه بالمدن، بدل هناك كان عزوف أو طرد في القرى وعملية جذب في المدن أو في المحافظة، كان القرى برضو أصبح دلوقتي جاذبة، دلوقتي بقت أشبه بالمدن بمدها بجميع الخدمات زي ما قلت حضرتك تطوير والتأهيل ومراكز الشباب وأصبح هناك مراكز خدمات متكاملة، مركز مجمع خدمات البريد موجودة، البنوك مجمع بنوك موجود في مثل هذه القرى المستهدفة، وأيضا تأهيل وزي ما قلت حضرتك وحدات التضامن الاجتماعي، وكل ده في مكان واحد على أساس العميل يلاقي الخدمة موجودة في نفس المكان، خدمة البريد، خدمة السجل التجاري، أيضا خدمات البنوك، مركز خدمات متطور تقوم به وزاره التموين والتجاره الداخليه طبعا عمليه الفصل اللي هو على خدمات البطاقات التموينيه شامله، بطاقات شامله ايضا في تنسيق. دي مبادره من المبادرات المهمه جدا. ايضا هناك المبادرات كتف بكتف وبرضه مبادرات مسطوره، وهذه المبادرات كلها بيشارك فيها وزاره التضامن الاجتماعي، ليس بمنأى عن اي وزاره، وليس تعمل بشكل بمعزل، ولكن هناك تضافر الجهود، وده بيؤدي عمليه تناغم. حتى كمان انا شايف في الحكومه وتشكيل الحكومه الجديده هناك تناغم بين الوزارات، وهناك تنسيق، وفي شغل متميز جدا، وفي جهود، وفي حاجات متميزه دي تصب لصالح المواطن وتصب لصالح الجمهور.
ايضا يعني عمليه التضافر في الجهود والتنسيق ما بين وزارات والعمل الاهلي. هناك ايضا تشجيع للقطاع الخاص للمشاركه في مثل هذه المبادرات وعمليه التمويل. حتى كمان لو رجعنا ايضا لمبادره حياه كريمه، هي المبادره الرئاسيه القوميه في العصر الحديث، هناك مشاركه تمويل ايضا من الاتحاد العام الاهلي الوطني، لان رقم كبير، ميزانيه بتتكلم على تتعدى التريليون جنيه. دي بيشارك فيها برضو تمويل من القطاع الخاص واتحاد العمل الوطني الاهلي والمجتمع المدني ووزارات التنميه المحليه. كل الوزارات بتشارك في مثل هذه المبادرات المهمه. يعني اعتقد التعاون الكبير والتضافر ما بين جميع الجهات في الدوله، سواء كانت الجهات طبعا جهات المؤسسات الخاصه بالدوله، وايضا الجهات الاخرى القائمه على مؤسسات المجتمع المدني زي الجمعيات الاهليه. اعتقد كله بيصب في الصالح العام، وكله بيصب في الصالح او الخطط الخاصه للتنميه الشامله للدوله. فيعني برضو خلينا نتكلم على الخطط المستقبليه والاهداف طبعا الخاصه بالحمايه الاجتماعيه واللي يعني بتسعى ليها وزاره التضامن الاجتماعي. أنا يعني ده سؤال مهم جدا. وخطط طبعا وزارة التضامن الاجتماعي يعني بتقوم بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة، والتأكيد برضو على أحقيتهم في الدعم النقدي وتقديم جميع الخدمات، سواء تأمينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل ليهم وعمل مشروعات صغيرة متناهية الصغر، وعمليه زي ما قلت لحضرتك برضه المحو الاميه اللي ليهم. ايضا هناك ايضا عمليه اللي برضه بتقوم بمشاركه فعاله مع المجتمع المدني، مشاركه فعاله ايضا مع القطاع الخاص وعمليه التنميه، ومشاركه ايضا مع وزاره التموين ايضا كان لها دور مهم جدا. يعني خاصه الاتحاد العام الوطني الاهلي كان في تنسيق مع بين وزاره التضامن وبين وزاره التموين والدكتور شريف فاروق وزير التموين للمشاركه في عمل معارض، مثلا هذه المعارض السلعيه. دي برضو هتبقى دي حاجه كويسه جدا، دي بتصب لصالح المواطن ومحدود الدخل ومواجهه يعني ارتفاع الاسعار. ودي نوع من انواع الحمايه الاجتماعيه، ليست الحمايه الاجتماعيه دعم نقدي او على حتى كمان وزاره التموين نرجع تاني كمان بتشارك مع وزاره التضامن الاجتماعي في تكافل وكرامه، بتقوم باصدار بطاقات تموينيه ليهم لمن ليس لهم بطاقه تموينيه لتوفير السلع الاساسيه والسلع الغذائيه، واصدار بطاقات وتوفير يعني زياده عدد السلع معاهم. يعني دي حاجه كويسه، بجانب برضو العمل الاهلي والوطني التنموي بيقوم ايضا بمدهم بنوع من انواع الكراتين بتقوم بتوزيعها لتوفير المعيشه ليهم وتوفير يعني برضو بتقدم لهم دعم نقدي. ايضا العمل الاهلي ايضا بيقدم دعم نقدي بالمشاركه برضو في صوره مساعدات شهريه، ومن خلال هذا الاتحاد الوطني للعمل التنموي او من خلال المؤسسات الاهليه او من خلال الجمعيات الاهليه. كل ده بيرجع لوزاره التضامن، لانها هي الوزاره الوحيده التي لديها قاعده بيانات موحده. يعني مش يعني اوزع عشوائي، لا، انا بلجأ لوزارات في قاعده بيانات موحده بعدد المؤسسات الاهليه، بعدد الكرامه والتكافل الموجودين، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي اللي هي بتنزل بالفعل بتدي الاسره لتقديم لهم هذه السلع او هذه يعني المعونات او المساعدات الشهريه. وده كله وفي نفس الوقت وزاره التضامن الاجتماعي بتقوم عمليه تنقيه البيانات. يعني برضو انا عندي مثلا بدي مساعدات شهريه او برنامج كرامه والتكافل او تكافل وكرامه، بديهم مساعدات شهريه برضو اتاكد هل فعلا بيستحقق ولا لا، ولا والكلام ده كله من خلال بحث اجتماعي، من خلال مش مؤمن عليه، من خلال الارامل والمطلقات، من ليس له دخل. برضو بيشترط برضو تكافل وكرامه ايضا ان يكون الاطفال يعني في مراحل التعليم، ده شرط اساسي للحصول على في المعاش او برنامج كرامه وتكافل او تكافل وكرامه، ان يكون هناك معاه اطفال في مراحل التعليم.
وده بيبقى مثلا طفلين او اكثر، يعني بيكون شرط اساسي يكون بيتعلموا عشان يحصل على هذه المساعدات. طيب يعني احنا شايفين الحقيقه جهود كبيره جدا من قبل الدوله في طبعا حث المواطن على القضاء ومحو الاميه. فيعني لو قلنا كده كلمه اخيره سريعه حضرتك تقولها لاي حد مثلا يعني قد يكون لا يقرأ ولا يكتب، حضرتك تنصحه بإيه؟ يعني هو وأصبح ده كمان من السهل للمواطن أنه هو يوصل للجهات اللي تقدر تساعده. والله انا بنصح طبعا يعني هؤلاء سواء من كبار السن، يعني التعليم طبعا يتجاوز كل الحدود وكل الاعمار، يعني ما فيش حد كبير على التعليم، فده مهم جدا عمليه التوجه لمثل هذه المؤسسات العمل الاهلي، وخاصه عند تاسيس العمل الاهلي او تاسيس جمعيه اهليه واشهارها ووفقا لقانون العمل الاهلي. يعني وده يعني بدا خلال الفتره اللي فاتت ان هو يلجا لمثل هذه المؤسسات اللي بتعلن عن نفسها لمحو الاميه والحصول على هذه الشهاده، وخاصه زي ما قلت لحضرتك ان من ضمن اللائحه التنفيذيه للجمعيات الاهليه من خلال اشهارها، ودي بتستغرق حوالي يمكن شهرين او اكثر من ذلك، بيكون من ضمن البند النشاط بتاعها محو الاميه. فدي حتى دايما بشوفها من ضمن الانشطه محو اميه الكبار، وبيعدوا طبعا في فصول وبيكون في عمليه تنسيق ايضا مع يعني الهيئه العامه لمحو اميه الكبار بالتنسيق مع وزاره طبعا التربيه والتعليم. ودي انا بنصحهم يروحوا، ده مهم جدا، هيساعدهم كمان في عمليه التمكين، كمان التمكين الاقتصادي سواء للمراه المصريه لما تكون متعلمه وتكون بتقرا وتكتب. دي حاجه كويسه جدا. احنا دلوقتي خلاص اعتقد يعني المفروض خلاص يعني تجاوزنا محو اميه، اصبحنا الاميه دلوقتي زي ما قلت لحضرتك مسبقا هي الاميه يعني التكنولوجيا طبعا. دي حاجه كويسه. انا بنصح هؤلاء ان يكون يلجأوا لمثل هذه المؤسسات، المجتمع المدني او وزاره التضامن الاجتماعي تقوم بتوجيههم للحصول على مثل هذه. وطبعا بيكون هناك تنسيق ايضا بين الرائدات الاجتماعيات في وزاره التضامن الاجتماعي، ودي منتشره كمان في الوحدات الاجتماعيه وفي القرى وفي الارياف، ويكون على فكره بيكون في جولات ميدانيه ليهم ويستهدفوا يروحوا الاسره كمان ويشوفوا الحاله المعيشيه ليهم. وممكن اعتقد من هذه الحالات ممكن يستكشفوا ان هناك اشخاص يحتاجون الى محو الاميه. اعتقد بيتم رصد مثل هؤلاء لعمليه الحصول على هذه المبادره. يعني استاذ صلاح، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، الاستاذ صلاح عامر الكاتب الصحفي. بنشكر حضرتك جدا يعني على وجودك معانا وعلى المعلومات اللي حضرتك امدتنا بيها في حلقتنا، وعلى طبعا كنا مهم جدا ان احنا نلقي الضوء على العديد من المجهودات اللي بتتم من قبل اجهزه الدوله وطبعا وزاره التضامن الاجتماعي. بنتمنى طبعا التنميه وبنتمنى طبعا ان يكون مصر خاليه تماما من الاميه. بشكر حضرتك جدا مره ثانيه لوجودك معانا. انا بشكر حضرتك جدا جدا، ودايما بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا لكل مشاهدينا على حسن المتابعه. انتظرونا ان شاء الله في حلقه اخرى جديده وموضوع اخر جديد وبرنامجكم تحيا مصر.